اهلا بيك يا صديقي العزيز، وكالمعتاد عندنا مباراة نارية ومن العيار التقيل، مباراة الاهلي وشبيبة القبائل. مباراة مش هتكون سهلة خالص على لاعيبة النادي الاهلي، سواء من ناحية الهجوم او من ناحية الدفاع. عندنا بكرة هيكون مباراة مضغوطة جدا جدا، لكن تعالى نتفاجئ بتشكيل ياس سورب المدير الفني للنادي الاهلي، بان الراجل ده في كل مرة بيفاجئنا بتشكيل مختلف. لكن المرة دي يا ياس سورب المباراة لا تحمل القسم على اتنين. طلبنا الساعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، ولكن تم الموافقة على 17,000 متفرج، ودي حاجة جميلة جدا. واحنا عايزين بكرة في أرضنا وسط جمهورنا، هي دي المباراة اللي هتفصل في مباراة العودة. دوري المجموعات، تعال نشوف أول تشكيل لياس سورب. في البداية بس اعمل لايك للفيديو. أول حاجة معانا دايما ياس سورب ده دايما بيفاجئنا. أول حاجة محمد الشناوي في حراسة المرمى، عندنا محمد هاني باك يمين، وكوكا باك شمال. تقدر تقول انه برضو ادانا سن التغيير، لكن قلب الدفاع عندنا في مفاجأة مهمة جدا جدا. لما يحط لك ياسر ابراهيم وياسين مرعي الاثنين في تناغم مع بعضهم في اخر كام مباراة. يعني الاهلي دفاعيا ما كانش قوي جدا، ولكن دلوقتي ابتدى الاهلي يتظبط دفاعيا شوية، وده اللي خلى ياس سورب يعتمد على خط رباعي في خط المرمى، خط دفاع حاجة اوريجينال. تعال بس نشوف في منتصف الملعب عندنا ديانج وعندنا مروان عطية، الاثنين مفيش غبار عليهم. ياس سورب هيلعب بطريقة اللي قدامكم دي دبل 6. دبل 6 هتكون يعني ديانج لما يتقدم بالكرة مروان عطية هيتأخر شوية، ولما مروان عطية يتقدم بالكرة طبيعي ان ديانج هيتأخر شوية، وده بيغطي على ده. ودي حاجة مهمة جدا جدا الاهلي عملها المرة دي، انه بيلعب بطريقة هجومية. طيب نروح بقى، الطريقه دي اللي قدامكم هتكون مثلث، يعني ديانج ومروان عطيه وامامه على طول بن رمضان، وده مثلث ان شاء الله ان شاء الله تعوضوا لنا غياب امام عاشور في المنطقه دي، لان المنطقه دي هي بتاعته وهي حتته. نروح بقى للجناح اليمين، طبعا زيزو، والجناح الشمال طبعا مش هنبدا بتريزيجيه. تريزيجيه هيكون موجود في دكه البدلاء، ولكن مش هيبدا بتريزيجيه بسبب الشد اللي عنده، ولكن ممكن يشارك في اخر كام دقيقه من المباراه لو احتاج الامر. يعني جريديشار مهاجم للنادي الاهلي. التشكيله اللي قدامك دي يعني حاجه كده من الاخر، تقدروا تقولوا ايه، حاجه جايبه من الاخر من الاخر. انا مش هقدر اقول لك حاجه اكتر من كده، لان ياس سورب الراجل ده ابتدى يعني تقدروا تقولوا يدي الاهلي شكل تاني، طعم تاني. الاهلي بصراحه من الاخر، الاهلي المباراه دي بتاعتك، المباراه على ارضك وسط جمهورك. بغض النظر عن ان بعض الاشاعات اللي قالت ان مارسيل كولر هيرجع مره تانية لتدريب منتخب مصر، وحسام حسن خلاص في الباي باي بسبب كلمه عندنا 2 محترفين وربع. بصراحه انا استغربت عليها جدا، واول مره اعلق عليها في قناتي، ولكن استغربت جدا من كوتشنج زي حسام حسن يطلع ويقول عندنا 2 مهاجمين او 2 محترفين وربع. الربع ده جه منين؟ وهتحسب بقى باقي اللعيبه ايه؟ طيب لما حسبت مصطفى محمد ربع، هتحسب باقي اللعيبه ايه؟ دي الحاجه اللي شدتني المره اللي فاتت ان انا اتكلم معاكم وبكل صراحه. المره دي بقى عندي مفاجاه جميله جدا. امام عاشور ان شاء الله ان شاء الله هيكون موجود المباراه، مش اللي جايه دي بقى بتاعت شبيبه القبائل اللي هي غدا، لا هيكون موجود المباراه اللي بعدها على طول ان شاء الله. اتمنى امام عاشور يرجع مره تانية، لان بصراحه عوده امام عاشور للاهلي هي عوده السلطنه والهيمنه مره اخرى. في شكوك عن عودة وسام أبو علي، لأنه في بعض المشاكل. يعني وكيل وسام أبو علي على صفحته الرسمية اتكلم وقال إن في بعض المشاكل، وفيها هيكون فسخ تعاقد بين وسام أبو علي وبين النادي الأمريكي. لكن نقدر نقول لو وسام أبو علي رجع الأهلي تاني، أنا واحد من ضمن موافق وبنسبة 1,000,000%. إن أنت بقى تفكر، قول لي إيه رأيك لو وسام أبو علي يرجع مرة تانية الأهلي، وهل هيكون في حافز كويس ليه وان الجمهور هيقبله مره تانية ولا لا؟ كده انا خلصت معاكم نهايه الفيديو. ما تنسوش اعملوا لايك الفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.